أهلا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر. اليوم نقدم لكم حلقة خاصة عما أصبح يعرف بمبادرة واشنطن، وهو الاسم الذي يحمله هاشتاج صعد اليوم إلى قمة مواقع التواصل الاجتماعي، مع تواصل الجدل حول بنود الوثيقة التي تم توقيعها. تابعوا. مبادرة واشنطن أو ملتقى الحوار الوطني، دي كانت ورشة عمل انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن لمدة 3 أيام، وشارك فيها ممثلين عن قوى سياسية وشخصيات عامة من التيارات الإسلامي والمدني. الوثيقة الصادرة عن المبادرة دي حصل حواليها جدل كبير جدا، خاصة فيما يخص مادة هوية الدولة، اللي اعتبرها قطاع كبير من جمهور الإسلاميين تنازل للعلمانية. وبعدها حصل جدل حول إيه النص اللي تم توقيعه أساسا. بعيدا عن كل التفاصيل دي، عندنا كمان شوية أسئلة كده. هو إيه الجدوى؟ ايه جدوى حقيقيه ممكن تحصل من الاجتماعات دي؟ هل اللي بيحضروها بيمثلوا فعلا قوة حقيقيه؟ وهل هم مؤثرين على الشعب والواقع فعلا ويقدروا يغيروه؟ كل كام شهر بيحصل مؤتمر او اجتماع زي ده، وبيطلع بيان برضه وبيطلع وثيقه، ايا كان اللي فيه مفيش اي حاجه بتتغير. خلينا نشوف تفاصيل في التقرير ده ونرجع نكمل نقاشنا. اليوم نقلت وسائل الإعلام المسودة النهائية لوثيقة ملتقى الحوار الوطني، أو ما بات يعرف بمبادرة واشنطن، وهي ورشة عقدت لمدة 3 أيام في العاصمة الأمريكية، حضرها عدد من ممثلي التيارات السياسية والشخصيات المستقلة من المعارضة. الوثيقة التي نشرت اليوم جاءت لتنفي نصا سابقا نشر بالأمس ووصف بأنه كان مسودة غير نهائية. النص الأول أثار جدلا واسعا، كان أبرز محطاته هجوما عنيفا شنه بعض رموز وقواعد تيارات الإسلام السياسي على المبادرة، خاصة بسبب المادة 5 من الوثيقة التي تنص على أن الدولة لا هوية ولا مرجعية لها إلا مدنيتها. اتهمت الوثيقة بالعلمانية والعداء للهوية الإسلامية وثوابت الوطن، وأن ممثلي التيارة الإسلامية المتواجدين لا يمثلون إلا أنفسهم. النص الجديد الذي نشر اليوم بوصفه المسودة النهائية يبدو أقل صداما، وإن نص أيضا على مدنية الدولة، لكنه بدوره صدر دون توقيعات بعض المشاركين بالمؤتمر من القوى المدنية، وعلى رأسهم مجموعة الدستور الموازي. وتعد أهم النقاط المتفق عليها في الوثيقة النهائية هي دستور مدني جديد ينص على عدم تدخل الدولة في المؤسسات الدينية أو العكس. كذلك يجبر المؤسسة العسكرية على عدم التدخل في الشأن السياسي، كما تعطي الوثيقة الحق في إقامة أحزاب أيا كانت مرجعيتها. بالإضافة لذلك ذكرت الوثيقة العديد من المطالب المكررة، مثل محاسبة المتورطين في إراقة دم المصريين منذ ثورة يناير وحتى الآن، وهيكلة الداخلية ووضع استراتيجية للعدالة الانتقالية. كما كان من اللافت حديثها عن أن الشرعية للشعب فقط. هذا وقد قررت العديد من القوى السياسية المعارضة عدم دعم المبادرة، منها حركة 6 إبريل التي أعلنت أن سوسن غريب قد حضرت بصفتها الشخصية فقط، بالإضافة إلى تأكيد أن مشاركة الدكتور عصام حجي كانت مداخلة فقط حول مبادرته دون أن يكون من الحاضرين أو الموقعين. الوثيقة تعد حلقة من سلسلة مبادرات مشابهة فشلت جميعا في الوصول لاتفاق على مبادئ توحد صف المعارضة أو تحقق أي تأثير على أرض الواقع، ما يزيد من الشكوك حول جدوى هذا النوع من المبادرات وإمكانية تأثيره على المعادلة السياسية والشعبية داخل مصر. بينضم إلينا من اسطنبول دكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك دكتور سيف معانا، وأبدأ مع حضرتك بأول سؤال تقريبا بيخطر على بال عدد كبير مننا لما بنسمع عن اجتماعات وبيانات من الخارج. ما هي الجدوى يا فندم؟ يعني كان مش أول ميثاق ومش أول بيان يخرج من الخارج، وفي كيانات بالفعل شكلت زي البرلمان وزي المجلس الثوري في تركيا. ماذا تغير بعد كل هذه البيانات وهذه الاجتماعات؟ شوفي حضرتك، أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. أنا فقط أريد أن أؤكد على موضوع مهم في البداية، وهو أنه المبادرة مش اسمها مبادرة واشنطن. صحيح هي منسوبة إلى المكان، لكن في حقيقة الأمر هي اسمها وطن للجميع.
وده شيء مهم جدا اللي احنا بنتكلم فيه، لانه البعض يعني بيقصد ان احنا نتكلم انها مبادرة واشنطن، والبعض قال انه هي برعاية واشنطن، وكلام كده يعني كتير احنا بنسمعه. ده أول شيء. الأمر الثاني الذي يتعلق ب إيه الجدوى التي تتعلق بتكرار هذه المبادرات. لا، عاوزين نقول شيء مهم جدا، إنه هذا الاجتماع وهذه الورشة تختلف عن الورش الأخرى التي قمت بحضورها. يعني أنا ما استثنتش ورش إلا وحضرت هذه الورش، سواء في الدوحة أو في اسطنبول، وهذه الورشة الأخيرة التي حضرتها في واشنطن. حينما حضرت هذه الورشة أتى في اليوم الثاني اقتراح، كان اقتراح مهم: هل هنعمل اجتماع وينفض ونخرج ببيان عادي، ولا يمكن أن نقدم ما يمكن تسميته اتفاق الحد الأدنى الذي يشكل أرضية للانطلاق للعمل المشترك والمستقبلي. كان ده مدخل غاية في الأهمية اللي نتج عنه بعد ذلك هذه الوثيقة التي أسميناها وطن للجميع. في حقيقة الأمر أن هذه الوثيقة تعبر عن شيء غاية في الأهمية، تعبر عن أنه هل يستطيع الناس الذين يمثلون اتجاهات سياسية وآراء متنوعة ومختلفة أن هم يجتمعوا ويتفقوا. هذا الأمر كان البعض يتحدث عنه، وبعد مرور تقريبا دخلنا على 6 سنوات يقول أن ذلك أمر مستحيل. ولكن في حقيقة الأمر أن ما حدث في واشنطن يعتبر شيء غاية في الأهمية، أن هذا الأمر يقول ويؤكد أن هذا الأمر ممكنا، وأن التوافق والاتفاق يمكن أن يحدث، وأن الأرضية التي يمكن أن ينطلق منها البعض في هذا المقام، خاصة من هم في الخارج، يمكن أن يكون ويتأسس. طب دكتور سيف، خليني انطلق من كلام حضرتك ومن اعلان حضرتك على ان انتم اتفقتم، وعلى ان الكثير من قوى المعارضه اتفقت في هذا المؤتمر، في هذه الورشه. خلينا نتكلم عن الماده المثيره للجدل، وهي الماده المتعلقه بهويه الدوله، واللي تم نشرها في البدايه على ان الدوله لا مرجعيه ولا هويه لها الا مدنيتها. مظبوط؟ هل يا فندم الماده بصيغتها دي وافقتم عليها بالفعل ومضيتم على هذه الصيغة وبعدين تراجعتم، ولا ما كانتش دي الصيغة اللي انتم اتفقتم عليها؟ لا، شوفي أنا عاوز أقول لحضرتك إنه في طبيعة هذه الاجتماعات، ومع وجود توجهات مختلفة، وهذه التوجهات بتتدرج من اتجاهات يمكن أن تشكل على اليسار، واتجاهات أخرى على اليمين، في هذا الخط والمتصل كله بتتعدد قوى وبتتنوع. حابب أقول لحضرتك إن دي واحدة من القراءات التي تتعلق بالموضوع الذي أثير حول العلاقة ما بين الدين والدولة. اللي أنا عاوز أقوله إنه في العلوم السياسية، زي موضوع العلاقة بين الدين والدولة والعلاقات المدنية العسكرية وكل هذه الأشياء، ليس هناك طبعة واحدة معتمدة في هذا الأمر، ولكن تتفاوت الأمور من أول الفصل ما بين الدين والدولة، والتطرق إلى المسألة التي تتعلق بالتمييز أو بالحديث عن الوجوه السلبية التي تتعلق بعدم التدخل. احنا في البداية كان هناك في القراءة الثالثة هذه كان في قراءتين قبل ذلك، وكان في قراءتين عقب ذلك. لذلك احنا ما بنقفش عند هذا، واللي صر بالوثيقة عند هذا الحد لم أنا أظن أنه كان يقصد أن يقوم بتفجير الموضوع وصناعة صورة حوالين الشأن كله، ومحاولة نسف
كل المحاولات التي دكتور تتعلق سيف، بالاستقرار. يعني ده تأكيد من حضرتك يا فندم؟ حقيقة الأمر دكتور سيف، يعني ده تأكيد من حضرتك ان انتم نعم. لم توقعوا على هذه الصيغة اللي تم نشرها بأن الدولة لا هوية لها ولا مرجعية إلا مدنيتها. مش دي الصيغة اللي حضرتكم وقعتم عليها؟ لم نوقع. هذه كانت واحدة من القراءات. لا، هذه واحدة من القراءات. كان هناك نوع من في جانب كان متفق، في جانب آخر تحفظ، وما بين التحفظ وما بين الموافقة بدت هناك مخارج تتكون في هذا الإطار. إخوتنا في الدستور الموازي الأستاذ محمد حسين والأستاذة سوسن جاد كان لهم رأي ورؤية في هذا الموضوع، اللي هو بيتعلق بالفصل التام والحاد ما بين الدين والدولة. لكن هم رأوا في الآخر أنه هذه النصوص التي تقترح بعد ذلك في حالة توافقية واتفاقية لا تلبي رؤيتهم بالنسبة لهذا الموضوع، هذه حرية وهذا من حقهم، ومن ثم انسحب. بقى بعد ذلك انه الناس عدلت هذه الصياغه وتوصلت الى صياغه راها البعض انها صياغه جيده، تقوم على 3 اسس. الاساس الاول هو عدم تدخل الدوله في الدين وعدم تدخل المؤسسات الدينيه في السياسه. ايه المقصود بهذا؟ ان الدولة لما بتتدخل في الدين بتؤمم الدين لمصلحتها ولمصلحة استبدادها وطغيانها ولمصلحة انقلاباتها. ومن ثم من المسائل المهمة جدا ان احنا نقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات التي تتدخل في الدين لتأميمه لمصلحة الدولة. اما المسألة التي تتعلق بتدخل المؤسسات الدينية، فاحنا عاوزين بس نلاحظ ماذا حدث في الانقلاب. عاوزين نرى انه في 4 مؤسسات تدخلت وشكلت الظهير الديني للانقلاب. المؤسسة الأولى الأزهر، المؤسسة الثانية الكنيسة، المؤسسة الثالثة الأوقاف، المؤسسة الرابعة الإفتاء. نحن إذن أمام مؤسسات دخلت باب السياسة لتؤكد أن تبرر وتسوغ لانقلابات عسكرية على قاعدة دينية. هذا أيضا مرفوض ويجب أن نقف له بالمرصاد. ومن ثم أتت المادة في هذا الأمر تتحدث عن عدم تدخل الدولة في الدين وعدم تدخل المؤسسات الدينية في السياسة. حضرتك بتقول يبقى الأمر الثالث. دكتور سيف، نعم. حضرتك بتقول إن سبب وجود هذه مش عاوزاني أقول لك الركن الثالث؟ لا، عايزة حضرتك تقول لي الركن الثالث، اتفضل. الركن الثالث في الموضوع كان يتعلق بعدم استغلال الدين لأي مكاسب حزبية أو سياسية. ليه؟ لأنه إحنا لازم نعمم هذه المسألة علشان ما حدش أبدا يستغل الدين، وإنه الدولة تقف على مسافة واحدة من الأديان وتؤكد على حرية العبادة بالنسبة للجميع. طب بس ده يا فندم فيما يتعلق بشرحكم انتوا للماده ان الفصل الدين عن الدوله في هذه الحاله هو لفصل استخدام الدوله. هو ده. لا، حضرتك انا مش شرحنا. هذا هو النص المعتمد الذي وصلنا اليه باتفاق. يصدر هذا النص في الصباح، يصدر هذا النص ضمن الوثيقة وطن للجميع بما فيها هذا البند الخامس. أما الذي نشر في عربي 21 ونشر بعد كده في موقع كلمتي وتنقلته كل اللي بتاع، هذا الأمر قراءة ثالثة وليست القراءة الخامسة. والقراءة الخامسة هو ما تحدث. دكتور سيف، أرجوك
طب أتابع مع حضرتك دكتور سيف وأقول لحضرتك أن أحد أهم انقسامات التيار السياسي المصري هو انسحاب القوى المدنية من دستور 2012 على خلاف أيضا على المواد المتعلقة بهوية الدولة. إزاي يا فندم ممكن أن تتداركوا أن دون يحصل تاني وأن تنسحب القوى المدنية أو يتشتت التيار السياسي في مصر مرة أخرى بسبب هذه المادة؟ شوفي، أنا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا في الموضوع. إحنا للأسف الشديد في الحالة الثورية اللي إحنا عشناها منذ ثورة 25 يناير، الناس تصورت إن الثورة هتحل كل المشاكل الفكرية والثقافية والسياسية اللي ورثناها خلال 3 قرون. ولكن في حقيقة الأمر ليست الثورة هي التي ستحدث ذلك. المسألة التي تتعلق بالتوافق المجتمعي لها حدود ولها شروط ولها مقومات ولها أمور غاية في الأهمية في حتى يمكن أن تتأسس وتستمر وتستقر. علشان كده اللي أنا بقوله إنه في افتعال بيتعلق أحيانا بوضع قضايا معينة الثورة ليست مسؤولة عنها، ولكنها موجودة منذ 2 أو 3. لا يمكن أن نتصور أن الثورة ستقوم بمناقشة كل هذه الأمور وستأتي بالكلمة الفصل. لكن اللي أنا بقوله إنه لو حدث حالة من حالات التوافق وحدث حالة من حالات الاصطفاف، وإحنا دلوقتي في حالة ضرورة تتعلق بإنقاذ هذا البلد بتضيع. الناس دي بتبيع البلد. طب دكتور سيف أرجوك انتظر معانا. مع الإنسان مستخفة به وتحاول. دكتور سيف أرجوك انتظر معانا. بينضم إلينا من مينيسوتا دكتور عبد الموجود الدرديري، رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي والمتحدث باسم اللجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة. أهلا بحضرتك معانا دكتور عبد الموجود، وحضرتك شاركت يا فندم في هذه الورشة. هل حضرتك كنت ممثل لجماعة الإخوان المسلمين في الورشة يا فندم؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالدكتور سيف وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا كنت ممثل لنفسي في هذه الورشة ولي شرف التمثيل لنفسي في هذه، وأنا سعيد بكل من شارك في هذه الورشة لأنها حقيقة تضعنا في خطوة للأمام نحو كسر الثورة المضادة وعودة الديمقراطية ودولة حقوق الإنسان ودولة القانون. بس دكتور عبد الموجود اعذرني يا فندم في السؤال، البعض بيقول لو كل واحد شارك في هذه الفاعلية هو ممثل لنفسه فقط وغير ممثل إلى تيار كبير على أرض الواقع، فإيه جدوى يا فندم من مشاركة؟ هم مجموعة من الأفراد تقابلوا وعملوا اجتماع خرجوا ميثاق ولن يتم تنفيذه. لا أبدا، هو احنا اتفقنا جميعا كمجتمعين في المرحلة الأولى أن يمثل كل نفسه، ثم بعد ذلك عندما تخرج المسودة بعد القراءة الخامسة تطرح على الجميع لحوار مجتمعي، حوار سياسي، حوار ثوري حتى نستطيع نتوافق. هذه ليست نهاية المطاف. ضرورة كسر الثورة المضادة ضرورة قصوى. البلد في أزمة شديدة، فساد سياسي اقتصادي اجتماعي، مفيش سياحة في البلد بتنهار، فكان لابد أن نأخذ خطوة ثم تتبعها خطوات بعد ذلك تؤدي إلى إيجاد رؤية. إحدى قصور ثورة 25 يناير أنها لم تكون رؤية للطريق حتى نسير فيه، فتعجأت الخطى. الآن نسعى جميعا بغض النظر عن انتماءاتنا الفكرية أو السياسية. المشروع الوطني الجامع الآن يبحث عن إخراج مصر من أزمتها، وهذا فيه مصلحة للمصريين، مصلحة للمنطقة العربية، بل مصلحة للعالم كله. طب دكتور عبد الموجود، حضرتك بتقول يا فندم ان مشاركتك كانت لشخصك فقط ولا تمثل جماعة الإخوان المسلمين إلى حين الانتهاء من المذكرة الأخيرة ويتم عرضها على جماعة وعلى قواعد الجماعة ومناقشة. خليني أكلم حضرتك في الصيغة الأخيرة اللي تم نشرها بالفعل النهاردة، وحضرتك أحد الناس اللي وقعوا عليها. الصيغة مكتوب فيها أن الهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد للشعب المصري، ومكتوب برضو عدم تدخل المؤسسات والمنظمات الدينية في الدولة مع تجريم استغلال الدين بغرض الحصول على أي مكاسب سياسية. دي الصيغة اللي حضرتك بالفعل وقعت عليها وتعتبر الصيغة النهائية. هل عرضت هذه الصيغة يا فندم على قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى قواعدها من الشباب؟
ما أنا قلت لحضرتك إحنا كنا بنمثل أنفسنا، وبصفتي برلماني من برلمان الثورة المصرية العظيمة، فالضمير البرلماني دعاني أن أشارك في هذا الأمر. هذه القضايا اللي حضرتك طرحتيها من الأهمية بمكان لما نتحدث عن الوثيقة نتحدث عنها كلها، لا نأخذ فقرات محددة نتحدث عنها. لا ننسى أن الوثيقة تعتبر ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية. لا ننسى أنها تعطي، وهذا أكبر إنجازات الوثيقة، أن السيادة والسلطة والشرعية للشعب ومن الشعب، وأن من حق التجمعات أن توجد أحزاب ذات مرجعية إسلامية أو أي مرجعية أخرى. هذه إيجابيات كبيرة. محاكمة من قتل الشعب المصري في أي فترة كانت، عودة الجيش إلى ثكنته، فهذه كلها إيجابيات. فعلينا أن نأخذ كل الوثيقة. أنا وافقت على كل الوثيقة. هناك بلا شك قد تجد بعض المشاركين يعترض على بند هنا أو بند هناك، لكن الوثيقة في مجملها هي المنتج المتفق عليه بين كل القوى التي شاركت في هذه ورشة العمل. دكتور عبد الموجود، خليني أقول لحضرتك أن احنا مبدئيا بنتكلم على هذه المادة تحديدا، لأن هذه المادة كانت مثار جدل سواء في هذه الورشة أو الحقيقة في تاريخها دائما في مصر في وضع الدستور، هي دائما مثيرة للجدل. فاحنا بنسأل حضرتك، وحضرتك ذكرت برضو أن حضرتك بتمثل شخصك فقط، ولكن سيتم عرض هذه الوثيقة على قيادات وقواعد الجماعة التي تنتمي إليها. فسؤالي مرة أخرى، هل عرضت يا فندم المواد دي على قيادات وعلى قواعد الجماعة ولا لم تعرضها بعد؟ أنا انتهينا من الوثيقة منذ ساعات قليلة، وأنا يعني مجرد ما تخرج وسأعرضها ليس فقط على قيادات الجماعة وقيادات حزب الحرية والعدالة، سأعرضها على كل المهتمين بالشأن المصري، وأطالبهم بأن يناقشوها، يتفاعلوا معها، قد يقبلوا منها أشياء وقد يرفضوا منها أشياء. أستاذتي الفاضلة، هذه ليست الوثيقة النهائية، هذه ليست الوثيقة التي ستؤدي لكسر الثورة المضادة، هذه خطوة للأمام. ندعو الجميع، نريد عمل تراكمي لمثل هذه الوثائق ولمثل هذه. أنا أدعو باسمكم لكل القوى المصرية في كل مكان في العالم أن يجتمع العلماني والليبرالي والاشتراكي والإسلامي، يجتمعوا جميعا. إنقاذ مصر أهم من الأيديولوجيات الآن. ثم بدأنا نكتشف، الجميع بدأ يكتشف، بدأ يكتوي بنار الانقلاب. الجميع سجن في الانقلاب، ليس فرق بين 6 أبريل والإخوان المسلمين في السجون الآن تدارك الجميع أننا نريد أن نعود. البعض تدارك أنه قد أخطأ بخروجه في مظاهرات 30 يونيو ويريد أن يصحح. لابد أن يعطى مساحة للجميع حتى نصحح المسار الديمقراطي لتعود. غايتنا هي تحقيق دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون في مصرنا، وأظن لن تجدي مصري بغض النظر عن انتمائه يختلف على هذه الأشياء. تفضل. دكتور عبد الموجود، خليني أقول لحضرتك أن العديد من قواعد شباب جماعة الإخوان المسلمين كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن هم يرفضوا أي وثيقة لا ما بتقولش حرفيا وتشهد حرفيا على الهوية الإسلامية. فهل حضرتك تعتقد أن أنت تقدر تقنعهم فعلا بالخطاب اللي حضرتك بتقوله لينا دلوقتي، على أن كل الكلام اللي حضرتك ذكرته زي اللي المفروض نتوافق ونضع اختلافاتنا جانبا وهكذا؟ هل حضرتك تتوقع أن أنت تقدر تقنعهم بأن هم يتنازلوا عن هذا الشرط؟ لا أقنع أحد ليتنازل. إحنا في مشروع ديمقراطي يسمح للجميع أن يتحدث عن هويته. أنا أطالب شباب، أشجع شباب الإخوان، شباب الإسلامي، الشباب المصري كله أن يتحدث عن هويته بالطريقة التي يحبها، طالما أن الإرادة تعود للشعب، طالما أن من حق أي تجمع أن ينشئ حزب سياسي ذا مرجعية إسلامية، يصبح القرار النهائي في أيدي هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب لابد أن يستشرفوا المستقبل حتى يقيموا دولة الديمقراطية. الديمقراطية هي الحل لمصر، ديمقراطية مدنية لا دخل للعسكر فيها ولا دخل للمؤسسات الدينية حتى لا تفسدها. بهذه الطريقة نكون وضعنا مصر على طريق جديد يحقق حقوق الإنسان للمواطن المصري ويحقق دولة القانون. هذا ما نريده الآن في مصر. لا يوجد منظومة سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية. العسكر قتلوا الجميع، سجنوا الجميع. لابد أن نضع أيدينا في أيدي الجميع لإنقاذ مصر مما تعاني منه. عودة مرة أخرى لدكتور سيف. دكتور سيف، الوثيقة بتنص على محاكمة كل من تورط في الدم. هل ده يشمل يا جميع الأطراف يا فندم، خاصة أن حضرتك أكيد عارف أن في بعض الاتهامات اللي بتوجه لجماعة الإخوان المسلمين؟
شوفي حضرتك، هو دايما ان احنا بنثير هذه القضية وبعدين بنشير على طول للإخوان المسلمين. شوفي يا ستي، المسألة المهمة جدا يا أستاذة سلمى إنه المسألة التي تتعلق بالدم هي مسألة عامة تتعلق بمبدأ أساسي. كل من أدى وكل من ارتكب وكان مسؤولا، سواء أكان مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وسواء أكان مسؤولا مسؤولية سياسية أو مسؤولية جنائية، لا بد وأن يدخل في دائرة الحساب والمحاكمة. هذه مسألة مفروغ منها، لا أحد يستطيع، وليس هناك تمييز بين دم ودم. الدم المصري كله حرام، بل والدم الأجنبي، يعني حتى ريجيني الذي قتلوه وعذبوه وكل هذه الأمور، أيضا هذا الدم مسؤول عنه من قتله، مسؤول عن هؤلاء الذين قتلوا الخمسة بعد ذلك. ثم بعد ذلك النائب العام يقول أن الأدلة ضعيفة فيما يتعلق بهؤلاء الخمسة في التورط في مقتل ريجيني، إنما يعبر أيضا عن أن دم هؤلاء مسؤوليتنا. الدم الذي سقط في ثورة يناير وللآن لم يؤخذ أي أمور تتعلق بمحاسبة هؤلاء، بل أنه كان هناك مهرجان البراءة للجميع في مثل هذا الأمر، أيضا يجب أن يكون محط اهتمام هؤلاء. كل الدم المصري حرام، كل الدم الإنساني حرام. ونحن نؤكد هنا أن ما حدث من مجازر ليس في ربعة وحدها، خليني أسأل ليس في ربعة وحدها، ولكن في كل المجازر التي سبقتها أو التي لحقتها هي موضع حساب، ويجب أن تكون موضع عقاب. طب دكتور سيف، الوثيقة فعلا بتتكلم عن محاسبة كل من تورط في الدم، لكن يا فندم نعم، ما بتقولش ايه هي آلية هذه المحاكمة، مين اللي هيحاكمهم وكيف سيتم محاكمتهم؟ لا حضرتك في كلام عن العدالة الانتقالية، ومفهوم العدالة الانتقالية يعني صار مفهوما متعارف عليه. ليس المقام ان انا اقعد افصل في هذا الامر، لكن في حاجة اسمها استراتيجية العدالة. استراتيجية العدالة دي لها 4 أركان مهمة. الركن الأول هو العدالة التشريعية، ثم الركن الثاني هو العدالة القضائية، لأن القضاء لعب دور خطير جدا في إقرار الظلم، بل أنه يقوم بظلم الناس بشكل مباشر وبشكل خطير. عملية التقاضي دلوقتي بتتم بالتنسيق سواء من النيابة العامة أو من تحريات الأمن الوطني، هذه مسألة. ثم هناك العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية هو الأمور التي ترتبط بثورة يناير وما بعدها. هذه الأمور يجب أن يتم رصدها، ويجب أن يتم وضع الخرائط التي تتعلق بها وتصفية هذه الأمور التي تتعلق بسواء الذين قتلوا أو الذين أصيبوا واستشهدوا. أيضا الأمر الثالث هو الركن الرابع، العدالة الاجتماعية، وهذا الأمر يجب أن نؤكد عليه ونتحدث أيضا عن آلياته، ولكن هذه الأمور لا يليق بنا التفصيل فيها في مثل هذه الوثيقة العامة ذات المبادئ العامة التي تشكل أرضية الاتفاق على الحد الأدنى والتوافق عليه انطلاقا لعمل في المستقبل. ولذلك المسألة دي لابد أن تعقبها التفكير في الآليات، ثم بعد ذلك التفكير في خطط التنفيذ. هذا مشروع غاية في الأهمية نعرضه على الناس، ونحاول أن نقول أننا في الخارج ربما يكون لدينا بعض السعة في الكلام والاتفاق وكل هذه الأمور، لأن السيسي وانقلابه عملوا الشيء الخطير، عملوا جمهورية الخوف، صنعوها، ومن ثم إحنا عاوزين نعين إخواننا في الداخل، والداخل هو الأساس في كل أمر يتعلق بهذا الشأن وبهذا المشروع. الداخل هو الأساس، مصر هي الأساس. إنقاذ مصر من البيع
ومن الخراب هو أمر أساسي في هذا المقام، والوقوف ضد الثورة المضادة والوقوف ضد الفاشية العسكرية والدولة البوليسية. وخليني أسأل دكتور عبد الموجود، الوثيقة يا فندم خلت من أي ذكر عن عودة للرئيس مرسي، ونصت أن السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده. هل معنى كده يا فندم أن احنا ممكن نتوقع أن يتنازل جماعة الإخوان المسلمين عن هذا المطلب؟ كما ذكرت سابقا، نحن لا نطالب أي فصيل أن يتنازل عن أي شيء، بل نطالب الجميع أن يصر على المبادئ والقيم التي يؤمن بها. الرئيس مرسي ليست القضية قضية شخص الرئيس مرسي. الرئيس مرسي يمثل الإرادة الشعبية، وأكدنا على أن السلطة والسيادة والشرعية للشعب ومن الشعب. فالقضية قضية كرامة الشعب المصري. من الذي انتخب الرئيس مرسي؟ والشعب المصري. فلا بد أن يعود الأمر للشعب المصري، وهو الذي يقرر. الشعب المصري هو السيد ولا سيد فوقه. فهذا هو الموقف الذي يتسق مع الجميع. من يؤمن بكرامة الشعب المصري، من يؤمن بقيم الديمقراطية، عليه أن يوافق على مثل هذا البند، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتقدم مصر وسط بقية الأمم. لا دكتور عبد الموجود، اعذرني انا كده ما فهمتش بالظبط قصد حضرتك. هل قصد حضرتك ان ضمن الجمله اللي بتقول السياده والسلطه والشرعيه من الشعب للشعب وحده هي تتضمن ايضا عوده الرئيس مرسي زي ما حضرتك ما بتقول، لانه كان منتخب من الشعب وكان منتخب من هذا الشعب، ولا يا فندم ولا ده مش موجود؟ لا، كلامي واضح أستاذة، أن الشعب الذي انتخب لابد أن الذي انتخب الرئيس مرسي، الذي انتخب البرلمان، الذي فعل كل هذه الاستحقاقات، كرامة هذا الشعب تلزم الجميع أن يحترم هذا الكرامة، خاصة وأننا نتحدث عن مشروع مستقبلي ديمقراطي. إن لم تحترم الكرامة في هذه المرة فلن نستطيع أن نحترم الكرامة في المرة القادمة. ولذلك شرعية الرئيس مرسي هي من شرعية هذا الشعب، واحترام هذه الشرعية ضرورة واجبة علينا جميعا. وازاي يا فندم قررتم ان انتوا تحولوا دون بشكل عملي؟ يعني ايه اللي بتتوقعوا، ايه اللي تتمنوا ان هو يحصل عشان ده يتحول بشكل عملي؟ هل بتطالبوا الناس ان هي مثلا ما تشاركش في الانتخابات القادمه، ولا عايزين ايه؟ لا، نحن بوعي لن نسعى أن نكون معارضة لنظام نرفض وجوده. احنا نرفض وجود الانقلاب، فعملية الانتخابات وعدم المشاركة والمشاركة هذا أمر غير مطروح على المائد. هذا الانقلاب ينبغي أن يزول، هذه الثورة المضادة ينبغي أن تنكسر حتى تعود هذه القيم اللي قامت عليها ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. لا يصلح أن يستمروا نظامين، ما ينفعش يبقى في نظام ديمقراطي في وضع عسكري. فما نسعى إليه هو إزالة هذا الانقلاب، إزالة هذه الثورة المضادة. ونحن لذلك نعد أنفسنا جميعا بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية الفكرية أيديولوجية أن نتفق على الحد الأدنى. ويا أستاذة تعلمي أن هذه المجموعة التي التقت لن تخوض في التفاصيل الآن، لكن ترفع هذه الوثيقة لمرحلة أخرى، لخطوة أخرى، حتى نستطيع أن نحقق الإجماع الوطني نحو مشروع وطني يساعد. ونحن في الخارج أكرر، نحن خدم للقوى في الداخل، نحن نتحرك بصورة خدمة للقضية المصرية، لشعب مصر الذي يستطيع بكل ما يملك من أدوات أن يكسر هذه الثورة المضادة ويعيد هذه القيم الذي ضحى من أجلها كثيرا. أرجوك ابقى معنا دكتور عبد الموجود. وعودة مرة أخرى دكتور سيف، المادة الثانية في المسودة اللي كانت منشورة في الأول كانت بتنص حرفا أنه يتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أي قيود، بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد وحرية التعبير والنشر والحق في التجمع السلمي، بما يشمل تشكيل منظمات مدنية ونقابات وإنشاء الأحزاب. نفس المادة دي يا فندم بالحرف نشرت في المسودة الأخيرة اللي حضراتكم موقعين عليها، لكن حذف منها 3 جمل: حرية الاعتقاد والتعبير والنشر دون شرط. إيه السبب يا فندم؟ لا أبدا، لأنه في المادة 5 إحنا اتكلمنا عن حرية العبادة وحرية الاعتقاد،
ولذلك القضية كلها إنه إحنا ما نعملش تكرار في مثل هذه الأمور. إطلاقا لم يكن هناك أي أمر يتعلق بالتنازل في باب الحريات، لأن هذه الحريات التأسيسية حريات أساسية تتعلق بالإنسان ككيان. الإنسان أيا كان، هذه المسائل لا يجوز إطلاقا التفريط بها. ومن ثم استندنا إلى مرجعية تتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وقعت عليه كافة الدول. صحيح أن هناك تحفظات هنا أو هناك من بعض الدول على بعض بنود، ولكن يظل هذا الأمر الذي يتعلق بالحريات الأساسية والتأسيسية بالنسبة للإنسان هي محل اعتبار ومحل تقرير وإقرار. فإذا المسألة هنا ترتبط بهذا الشأن، لا تخلي بأي حال من الأحوال عن أي مفردة من مفردات الحريات أو مفردات الحقوق التي تتعلق بالمساواة أو التي تتعلق بمعنى العدالة والعدل في هذا المقام، ولا المسائل التي تتعلق بحرية التعبير وحرية الاعتقاد. هذه أمور مقررة لدى الجميع. دكتور سيف، السؤال الأخير، حضرتك زي ما قلت في البداية خالص شاركت في أكتر من ورشة وشاركت في خروج أكتر من بيان. هل حضرتك متفائل بهذا البيان الأخير وبهذا النطاق الأخير، وتتوقع أن هو يتم فعلا تحقيقه على أرض الواقع؟ أنا هو مش مجرد بيان، دي مسألة مؤشر مهم جدا. أنا لاحظت في الآونة الأخيرة أن الجو السياسي بوجه عام أصابه قدر كبير من التسمم. حينما نخرج بمثل هذا الأمر في مثل هذه الأجواء المسممة والعاصفة، أنا أظن أن ده شيء أنا بعتبره غاية في الأهمية، وبقول إنه هو خطوة للأمام. هذه الخطوة للأمام، أنا مع أي خطوة للأمام، مع أي خطوة أيا كان. ولذلك أنا اشتركت في كيانات كثيرة، ليس لدي أي حساسية على وجه الإطلاق أن أشارك في مثل هذه الكيانات، ولا أعتبر ما فعلت هذا يتعارض مع انتمائي لكيانات أخرى. أنا هو ده اللي أنا بأكد عليه، إحنا بنعمل من أجل هذا الوطن. لما بنقول وطن للجميع بنقول للجميع، ليس لفرد أو فصيل يمكن أن يتحمل مثل هذه المغارم التي تتعلق بالوطن. حضرتك يا على الجميع أن يتحمل جزء من هذه المغارم. بلدنا بتضيع، بلادنا بتفقد، ومن ثم علينا أن نقوم بعملية إنقاذ حقيقية. شكرا يا دكتور سيف. شكرا دكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، انضم إلينا من اسطنبول. وشكرا أيضا لدكتور عبد الموجود الدرديري، رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة. شرفتونا، ونخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال نقاشنا. أهلا بكم من جديد. ما زلنا بنواصل نقاشنا لأحداث مبادرة واشنطن أو ملتقى الحوار الوطني. انضم إلينا من واشنطن الأستاذ محمد حسين، العضو المؤسس بمجموعة الدستور الموازي. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، شرفتنا يا فندم. وخليني أبدأ مع حضرتك بسؤال. دائما ما بيتم السؤال لما بيحصل اجتماعات بالخارج وتخرج مواثيق وتخرج بيانات، ما هي الجدوى حتى لو اتفقنا على أفضل حاجة في الدنيا وأفضل ميثاق في الدنيا؟ إيه التغيير اللي هو ممكن يحدثه؟ اهلا بك يا فندم، شكرا على الدعوه. تحياتي اولا للاستاذ الدكتور سيف عبد الفتاح والاستاذ الدكتور الدرديري اللي انا شرفت بمعرفتهم في خلال المؤتمر اللي بيسمى بالحوار الوطني او مبادره واشنطن كما اتفق على التسميه. بالنسبه لمساله ايه اهميه اي مبادره عموما، هو المسألة تبقى فيها مشكلة لو في الأشخاص بتفضل إن الأفكار بتحمل على أكتافهم، ولكن لو الأفكار نفسها هي اللي تركت تجنح وتوصل للناس، فالناس بالضرورة بيعتنقوا فيها وبيعتقدوا فيها وبيوصلوا لها. فأي مبادرة
مهما كانت حكمنا عليها هي مهمة في النهاية، لأن الناس محتاجة أنها تسمع ومحتاجة أنها تعرف. مرة تانية، طالما احنا متفقين أن المسألة للناس مش لأغراض شخصية أو منافع شخصية، خصوصا أن احنا بنتكلم في مبادرات تحديدا زي المبادرات دي اللي بتتكلم عن مبادئ. بس معلش استاذ محمد، خليني ارجع اقول لحضرتك ان الافكار اللي انتم طرحتوها في هذا الميثاق، ال10 افكار، هي مش افكار جديده، وهي مطروحه من يعني من ثوره 25 يناير، وفي عدد كبير من الناس يعني معتنقها، وفي المعتنق اللي عكسها تماما. فايه اللي ممكن تكون قدمته فعلا هذه الورشه اللي مختلف عن الافكار دي يا فندم؟ هو تحديدا احنا ما بنتكلمش يعني انا ما اقدرش اتكلم عن اللي طلع حاليا. اللي طلع حاليا هو ينسب للناس المجهود العظيم اللي الناس عملته بغض النظر عن ايه محتواه. انا اقدر اتكلم في العموم ان ايوه كان في مبادئ، كان في شعارات موجوده في ثوره يناير، لكن انا هتكلم مبادره الدستور الموازي تحديدا مش حركه سياسيه، فبالتالي كانت بتحاول تترجم الشعارات ديت لمواد دستوريه او مبادئ يمكن تنفيذها قبل التنفيذ، لان دي كانت معضله او مشكله كبيره جدا في وجهه نظري انا تحديدا، ان ثوره يناير ما كانتش زي الثوره الفرنسيه او الثوره الامريكيه او الثورات اللي هي اللي خدت الامم لخطوه بعيده قدام، ان ما كانتش محموله على اعناق افكار محدده وواضحه بدون مواراه او مواربه. فعشان كده دخلت في متاهات الشعارات ودخلت في متاهات اعاده تعريفات، وصلت حتى لاعاده تعريف الدوله يعني المدنيه نفسها والسيادات. فاعتقد ان مساله وجود مبادئ وافكار هي مهمه جدا. اتفضل يا فندم. طيب دكتور محمد، واضح ان حضرتك سمعت حواري في البدايه مع دكتور سيف، واحنا اتكلمنا عن الماده المثيره للجدل، وهي الماده المتعلقه بهويه الدوله. هم قالوا ان الماده بصيغتها الاولى اللي تم نشرها في العديد من المواقع ما كانتش صيغه نهائيه، وكانت صيغه قابله للتعديل، وان هم لم يوقعوا على هذه الصيغه، وان تم التوقيع على الصيغه النهائيه اللي تم التوصل اليها بعد كده. يا فندم، ايه الصيغه بالظبط اللي انتم وقعتوا عليها يا فندم؟ هو تحديدا خلينا ناخد الموضوع من الاول سنه. هي الصيغه ديت اتبنت على فكره المبادئ التسعه، وديت كانت مبادره تبنتها الدستور الموازي. الدستور الموازي طلع الاول في سبتمبر 2013 دستور حقيقي مكتوب اتجمعت عليه قوى كتير، وبعدين اتعمل له مبادئ حاكمه للدستور بنعرف الناس ازاي تعمل دستور ما يقعش المفروض. وبعد كده في 2014 لما الوضع تأزم طلعت المجموعة، كان فيها جزء من مجموعة الدستور الموازي وجزء تاني انضم لينا، طلعوا بالمبادئ التسعة، صفحة عادية على الفيسبوك تبناها الدستور الموازي. كتبنا فيها المبادئ بصيغتها الأصلية الأولى، يعني حتى بالنسبة لي كانت كلمة الدكتور عبد الموجود درديري أعتقد كويسة لما قال إن المبادئ دي لازم تتقرأ كلها، فأي تغيير فيها في مشكلة، وده فعلا اللي حصل. هي المبادئ أصلها زي ما طبعناها واديناها للدكتور سيف عبد الفتاح كانت المبادئ التسعة، وبدأ كان في مشاكل لأنها كانت بتتكلم تحديدا وباللفظ العلمانية وفصل الدين عن الدولة، إن الدستور لازم يكون في آلية تضمن إن يكون في فصل الدين عن الحكومة والناس اللي بندفع لها ضرائب من جيوبنا ديت، ويبقى خاص بالشخص نفسه. فشافوا ان الافضل ان يحصل تغيير في الصياغه، وده مفهوم لان كل تاني احنا مشكلتنا في المؤتمر ان احنا ما احناش حركه سياسيه، فاحنا قاعدين في مؤتمر او قاعدين في ندوه ما فيهاش ممثلين لكل الاطياف. ما فيش مثلا، انا ما بحبش حتى اقسم الناس على عقدي، بس ما فيش مثلا مسيحيين، ما فيش بهائيين، ما فيش شيعه، ما فيش، ودي الناس كلها متاثره بالوضع السياسي في مصر والوضع القانوني. فاحنا مسؤوليتنا كانت في حته ان احنا بنتكلم كناس مصره على فكره دستور، ما بنتكلمش في مكاسب سياسيه. ولذلك احنا لما طلعنا المبادئ قلنا لهم اتفضلوا ورونا، يعني اتفضلوا الصيغه عايزين تكتبوها ازاي. اتاجلت لثاني يوم، سمعناها وكلام من ده، وحصل اجتماع لجنه مصغره كان فيها الدكتور سيف والدكتور وكان فيها افراد ثانيه، وتحفظ عليها بعد كده لان الدكتور الدرديري ما كانش موجود في القعده. فلما طلعوا اعلنوا للناس ان حصل اتفاق، سمعنا احنا بعد كده ان حصل تحفظات مفهومه تاني، لان يعني كانت المشكله الرئيسيه ازاي هنسوق
الحاجات ديت لقواعد الاسلاميين. احنا كان عندنا وجهه نظر، يعني احنا ازاي هنمشي 90% وانت مش عايز تمشي 10%؟ وال10% انت ما بتمشيهاش عشان حد، انت بتمشيها برضو عشانك انت. اول واحد مش اول واحد، انت من الناس اللي دفعت الثمن بسبب تدخل الدين في الدوله ودخل الدوله في الدين. وايه استاذ محمد ايه 90% اللي انتم مشيتوه؟ ان انا دلوقتي في خلط كبير في مصر ما بين فكره فصل الدين عن الدوله وفصل الدين عن السياسه. فصل الدين عن السياسه مصطلح غير طبيعي، مش موجود، حتى مش موجود في الغرب نفسه، ما ينفعش. لاعتبارات كتيره. من حق الناس انها تتجمع على اي مرجعيه طالما في مبادئ حاكمه. احنا شغلتنا ان احنا نعمل مبادئ الحاكمه، انما الناس من حقها انها تتجمع على اي اساس. ده واحد. اتنين، مش هتعرفي تنفذي القانون. اي حد بينادي بفصل العمل السياسي عن الدين ازاي؟ يعني لو انا قلت مثلا ان شاء الله هنجح، فانت كده استخدمت لفظ ديني، فانت بتحيل الشيء لنفس المعضله، ان بيجي حاكم بيفسر الدين على مزاجه او بيفسر القانون على مزاجه، فما بقاش قانون منفصل عن السياسات، بيبقى قانون متاثر بالسياسات، ودي مشكله. فدي 90% بتاعتنا ان احنا بنقول للناس ان انت من حقك، مش من حقك انت كجماعه اخوان تحديدا، من حق المسيحي يعمل حزب على قيم مسيحيه زي الحزب المسيحي الديمقراطي في المانيا. من حق الحزب يتبنى مبادئ معينه زي الريبابليكانز مثلا في امريكا، او يعني او كيفما شاء في دول كثيره في الغرب تحديدا فيها احزاب فيها بتتبنى قيم دينيه. فانا ده حقك وحق الناس كلها، مش حقك انت، انا ما بعملهاش عشانك، لان انا تاني مش حركه سياسيه، انا دستور او بتكلم في دستور. وعلى هذا الاساس قلنا ده حق ما فيهوش اعتراض، انما الحق الناس والمجتمع، حتى لو مش 100 مليون، حتى لو 200 مليون في مصر رافضين الصح، هنفضل نقول اللي احنا شايفينه على الاقل صح، ان لازم تفصل الدين عن الدوله، ولازم الناس تكون من حقها انها تتجمع بشكل سلمي على اي اساس واي مرجعيه. طب بس في استاذ محمد، ما في بعض الشباب الاسلاميين دايما ما بيردد ان في دساتير في الدول الغربيه بتنص على هويه الدوله وبتنص على دينها يا فندم، زي اكيد في امريكا وفي المانيا، اكيد حضرتك عارف. يا فندم احنا في عصر تكنولوجي دلوقتي، الناس ممكن تبص اونلاين ومترجمه، مفيش الكلام ده اتطرح في المؤتمر برضه، اتطرح كتير. الدستور الامريكي ما فيهوش هويه مسيحيه او هويه، واي مرشح ممكن يترشح ايا كانت خلفيته الدينيه، حتى ممكن المجتمع يرفض بناء على هويه، وده اللي احنا بنقول الاطار الاجتماعي اللي هو عامل مهم في السياسه. انما الدستور نفسه لو اللحظه فيها اللي يقصي شيء او يفرض على الناس شيء بما معناه اقصاء الاخر، هيسقط زي ما بيحصل في مصر. مصر في قلاقل من بقالها عشرات السنين. امريكا ما فيهاش هويه مسيحيه، كندا ما فيهاش هويه مسيحيه، دستور المانيا ما فيهوش هويه مسيحيه. بالعكس، هي دول بتؤكد على فصل الدين عن الدوله، وبتؤكد على ان حتى المشرع مش من حقه ان هو يرسخ دين في المستقبل، ومع ذلك بتقر الحقوق والحريات في التجمع على اي اساس سلمي. يمكن النرويج مثلا من ضمن الدول او اللي بتقول مثلا القيم المسيحيه بنتعامل بالقيم، يعني بنصر، او على ما اعتقد، مش عايز اترجم النص حرفيا وانا مش فاكره، بس هي بتقول ان احنا بنعتز بقيمنا المسيحيه، ولكن ما قالتش ان المسيحيه هي المصدر الرئيسي للتشريع او المسيحيه هي هويه الدوله. بالعكس، ده كان من اشد كان مبني على خلفيه الثوره الفرنسيه والثوره الامريكيه في محاوله الملك السعود وملك النرويج والدنمارك ان هم يتحدوا، ولكن في النهايه قلصوا من صلاحات الملك، ركزوا على الضرائب، وركزوا على الجانب التشريعي، وركزوا على فصل الدين عن الدوله وركزوا على الحريات والحقوق، متقدم جدا ديمقراطيا. ما فيش الكلام ده. حتى الدول اللي تبنت اشياء زي مثلا الكنيسه اتحطت في الدستور، هي دول بتقع بتعاني زي اليونان. فمش صحيح ان الغرب الدساتير الامريكيه والكنديه والالمانيه ما فيهاش هويه مسيحيه، ما فيهاش فصل دين. طب استاذ محمد، ازاي التيار المدني في مصر حضرتك شايف ان هو ممكن يجتمع فعلا ويحدث تغيير في مسار ديمقراطي حقيقي جوه مصر دلوقتي؟ لو اعتبرنا ان الاخوان او تحديدا، انا بحاول افصل ما بين الاخوان وحزب الحريه والعداله، لو هم بيعتبروا نفسهم فصيل مدني، لو بقى بنقول كل المدنيين بغض النظر عن حتى الاحزاب اللي هي على مرجعيه اسلاميه، لان ده ترجع لهم لو هم عايزين يتفقوا مع المدنيه، بس الفصيل المدني لازم يقوى. انت عندك مش شرط انك انت تتفق في الافكار كلها، احنا عندنا استقطاب رهيب حتى في الايديولوجيات، يعني حتى احنا عندنا طائفه علمانيه كبرت تضخمت جدا الفتره اللي فاتت،
وكبرت، وده ممكن يكون كويس سياسيا، ولكن اصرار البعض على الصراع الوجودي ده مش حلو ومش كويس، وكمان عشان تدستره تبقى مصيبه سوداء، واحنا بنرفض هذا تماما. القوى المدنيه من حقها ان في ناس في الحزب الديمقراطي الامريكي فيسكالي كونزرفاتيف، متحفظه من الناحيه الماليه والسياسات الاقتصاديه، ولكن مثلا ولكن سوشيالي ليبرال، بيتكلموا ان هم متحررين مثلا اجتماعيا، والعكس صحيح. الناحيه الثانيه بتلاقي ناس محافظين اجتماعيا رغم ان هو حزب محافظ جمهوري، ولكن ممكن يكون عندهم بعض الفيوز او بعض الاراء ان لازم يحصل فيه عمليه مبادئ يعني يساريه معينه. هي المشكله كلها ان كل طرف عايز يحط البصمه بتاعته، ودي مشكله. انا شايف ان الافضل ان يحصل تيار قوي مدني بغض النظر عن الايديولوجيات ورقعه مشتركه كبيره بينهم، ويبداوا ان هم يتحركوا في الشارع، بس على اساس مش الاساس اللي احنا بنشوفه اللي هو التجمعات بتاعه القاهره، على اساس تجمعات في المحافظات وكده. ولو سمحت لي انا عايز اقول حاجه برضو تانية. الناس فاكره ان الدساتير والقوانين بتكتب بناء على الحب والموده، وده مش صحيح. حتى اللي بيجي بيأجر عقد بيته ما بيمضيش عقد ايجار بيت على بياض، ما بيقولش خد املا انت الشروط اللي انت عايزها وانا توقيع اهو. فالمفروض ان احنا دايما لازم نحط في دماغنا ان احنا مش طايقين بعض، عشان نكون صراحه. احنا ما بنحبش بعض، احنا عندنا استعداد للفساد والسرقه والقتل والكلام ده كله، لكن الدساتير وضعت والقوانين عشان تنظم العلاقات بحيث ان العلاقات تكون فيها نوع من العداله والتنظيم، وان يكون الصراع السياسي ما هو الصراع على خدمات الناس، وبالضروره ما يتحولش لصراع الناس تقتل فيه بعضها، ما يتحولش لصراع وجودي. ففكره ان احنا نحب بعض ويلا بينا نشتغل من غير مبادئ تضمن ثقه الاطراف في بعضيها بناء على مبادئ واضحه عشان اللي يخل بالمبدا. بنشكر حضرتك استاذ محمد حسين، العضو المؤسس بمجموعه الدستور الموازي. شكرا يا فندم، شرفتنا من واشنطن، وشكرا لحسن متابعتكم، وانتظرونا غدا بتوقيت مصر.